صباح الفل. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني في تاريخ مصر في الفترة القبطية. كنا اتكلمنا امبارح عن بداية ظهور المسيحية في مصر وازاي الامبراطور تراجان اتعامل مع المسيحيين واضطهادهم. النهاردة هنتكلم عن الامبراطور أدريانوس. الامبراطور أدريانوس تولى حكم مصر عام 117 ميلاديا، ولكن في بداية حكمه حب يعرف أحوال المصريين وأحوال البلد إيه عشان ياخد خبرة، ياخد معلومة. فكان في واحد صاحبه علامة اسمه سريانوس، وهو من عظماء الرومانيين. بعت له رسالة بيوصف له فيها حالة المصريين وحالة مصر. فبيقول له إيه؟ بيقول له: قد استقصيت أحوال مصر واطلعت عليها كليا، وكنت في بادئ الأمر أصفها بالمدح وأتحاشى ذمها، فتبين لي إنها عبرة لمن اعتبر في طائشة لا تدوم على حال ولا تنكف على المشاغبة، لا سيما في أمور الدين. فقال إنه حتى الوثنيين الذين يعبدون الشمس والعجل أبيس ينالون احتراما من المصريين المسيحيين، فكل الديانات لها احترامها. ومن كلامه قال أن المصريين يقدسوا آلهتهم حتى لو مختلفة بصورة تجعلك تظن أن الشمس والعجل والمسيح هما إله واحد، أو هما أسماء مترادفة لشيء واحد وهو الإله. الإمبراطور أدريانوس أصدر قرار ملكي بمنع المسيحية في مصر، بقتل كل من يؤمن بالمسيحية، وقتل كل من لا يسجد للأوثان لآلهتهم يعني. حتى قيل في ذلك الوقت إنه تم محو كل المسيحيين من الإسكندرية، وكان بيجبر المسيحيين على المصريين على السجود للآلهة بتاعة الدولة الرومانية اللي هم الأوثان، واللي كان بيرفض ان هو يسجد للأوثان كان بيتم تعذيبه تعذيب شديد، وكان بيتم قطع رأسه. المرة الجاية هنكمل ان شاء الله. سلام.